الرجل الذي جاهد الجهاد الحسن ودوره في حياة المجتمع والحزب ثمنه يفوق اللآلئ. إيمانه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حين يهبط الزمن من مداره ويتوقف قليلا من ذكرى إنسان فلا بد للحياة أن تتكلم عنه بإخلاص. نعم، إنه السياسي البارز والمناضل رئيس البارتي الديمقراطي الكردستاني سوريا الدكتور عبد الكريم سكو المعروف باسم باري جوان. نعم، كرس جل حياته في خدمة قضية شعبه العادلة، فهو ترعرع في بيت اتسم بتاريخ حافل بالعمل والسعي من أجل شعبهم ووطنهم وقضيتهم القومية. أخويا السياسي يعني ببريدة ده وناغن جدا ده بيواجهوا شورشا وجواده ده ماكو قال لك إنسان باوري بفي سياسة واحد الوسطانتاني قال لك إنسان نرين جدا دلوتن ده درباري تكوشينا شورش آمده بابی جوان وکی کسایت وکی پارتی خودی هلوستکی زلال بو او ده همو زاگون همو کارن تکوشینه ده دنما انجمانا زاگون سازیه هرما جزیره ده هر وها وکی دیتر همو حوالی پارتی سرنامه واقع ده همو قناقه ده رول لیستن جبوی نیرانینه کی وها گرنگه کو أذكارن بيجم إيدي ويب صدي صلاح هري أبينا بيرانينا كسايتك تانية أم بيرانين جبال أم بيم أظن بأنه نفشي إنه لسروان كدي لسروان دسكفتيات وبردوام بريا خواسر إمكان ريفا خواسر كتنا خدمتا كو أم كاربن إنساني خو خلاص بكن أم كيبن برا ببن أم وانا كيجبن أم قاده درخ ام آلیکاری رو گهننوا ام کونام گهنوا ام وانا کش سرمایه خلاص بکن لی مع الأسف دولتك يوكيا دولتها ترك يادا كركب اف كارثتك إنسانية ومروفية مع الأسف وكي سياسة تي شغلان بن يعني نهاجي جديراكو دولت آدم کرکریا ترکاش عفرینی درکوی او ام عفرینی رزگار بکن جندیرس رزگار بکن ایرو روش دخوازی مستوطناتا لسر نافي والله يواك خلكي ويخلاص بكين. المناضل الدكتور عبد الكريم سكو أبو جوان، الأخوة في البارتي الديمقراطي الكردستاني، تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لرحيل المناضل الدكتور عبد الكريم سكو أبو جوان، وباسم حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا نتقدم بخالص التعازي القلبية راجين العلي القدير أن يتقمده بواسع رحمته ويسكنه في سياح الجنان. الدكتور عبد الكريم سكو لجميع محبيه ورفاقه في الحزب البارتي الديمقراطي الكردستاني سوريا في ذكرى مرور عام على رحيله. إن المرحوم عبد الكريم سكو من الأوائل في تأسيس الإدارة الذاتية وكان مثالا للتآخي بين جميع المكونات على الأقل. وبهذه المناسبة لا بد من الحديث عن الوضع السياسي الذي تمر به مناطقنا، حيث شهدت سوريا بتاريخ 6/2/2023 بزلزال ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف كارثة إنسانية كبيرة من ضحايا وجرحى ونزوح وتهدم للمنازل والبنى التحتية، وأصبح العديد بدون مأوى. وما نتج عن هذه الكارثة من مواقف الدول من هذه الكارثة وتوظيفها سياسيا بما يحقق مصالحها الخاصة على حساب الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه من تعرضوا للزلزال. الديمقراطي كردستاني سوريا وبنابي ما باطا نمر دكتور عبد الكريم سكو سري قلي كرسابي سري وتبا سابي وانتبت استسلا وسر شعباهاتن هلبت حاضر بنا وإيرو لفي سالفاقري جيش النزية ميا وفداريكا
شكدو خباتو تيكوشينا زيدي 40 صالي ليا اف بارتياغو بهتر جعمري نمرخوار قول تبي دكفي خباتي وتكوشيني لدرباسبو